المغرب يحتضن مصنع صيني لصناعة البطاريات. اقتراب مجلس الأمم المتحدة حول الصحراء المغربية وأمريكا تدخل على الخط. الجيش الجزائري يواصل حمقاته ويلقي القبض على شباب يقولون أن الصحراء المغربية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الجيش الجزائري يواصل حماقاته وقمعه للآراء الحرة والمعقولة، حتى تلك التي اعترف بها الشعب الجزائري بخصوص مغربية الصحراء. وتداول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي في فيديو يثبت المسخرة التي بلغها النظام الحاكم، حيث جمع بين مغاربة وجزائريين حديث بعيد ومسموع على الحدود المغربية الجزائرية. واعترف أحد الجزائريين في النقاش الذي دار بينه وبين المغاربة مغربية الصحراء التي لا يمكن أن يجادل فيها إلا أحمق. وبمجرد ما سمع أحد التابعين للجيش الجزائري عبارة الصحراء مغربية، تحركت فيه نغزة الحقد، لا سيما أن الصحراء المغربية أصبحت إجماعاً لا يختلف فيها اثنين. وقرر بمعية البقية اعتقال الأشخاص الجزائريين الذين كانوا يقرون بمغربية الصحراء. اتفقت مصنعة مكونات البطاريات الصينية CNGR Advanced Material CNGR Advanced Material على عقد شراكة مع صندوق الاستثمار الخاص الأفريقي المدى لبناء قاعدة صناعية في المغرب. وقال الطرفان في بيان مشترك إن أعمال البناء في موقع الجرف الأصفر ستبدأ هذا العام، ومن المقرر أن يتم إنتاج أول مواد البطاريات في 2025، ومن المتوقع أن يتجاوز إجمالي الاستثمار 20 مليار درهم مليار دولار. وتخطط الشراكة لتطوير سلائف المواد النشطة لبطاريات النيكل والكوبالت والمنغنيز، بالإضافة إلى تأسيس وحدات لإنتاج كاثودات خلايا الليثيوم الفوسفات ومرافقة لإعادة تدوير مواد البطاريات. وبحسب البيان فإن إنتاج المشروع الذي يكفي لتجهيز أكثر من 1,000,000 سيارة كهربائية سنوياً سيتم تصديره بشكل أساسي. ويجري الشركاء محادثات مع مجموعة OCP أخوة OCP جروب المملوكة لتأمين الفوسفات الذي يحتاجونه. مع قرب عقد مجلس الأمن جلسات لمناقشة قضية النزاع المفتعل في الصحراء المغربية، حيث من المرتقب أن يبرمج 3 جلسات خلال شهر أكتوبر المقبل قبل التصويت النهائي على قرار جديد تمدد بموجبه ولاية بعثة المينورسو الأممية. شهدت منطقة الصحراء حراكاً دبلوماسياً تقوده الأمم المتحدة والولايات والمتحدة الأمريكية. هذا الحراك الغير مسبوق تمثل في الجولة التي قادها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء ستافان دي ميستورا إلى المنطقة، حيث أجرى لقاءات مع مختلف الأطراف المعنية سواء في الرباط أو نواكشوط أو مدينتي العيون والداخلة بالصحراء المغربية. وكذا الجولة التي قام بها نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون شمال إفريقيا جوشوا هاريس، التي شملت مخيمات تندوف والجزائر العاصمة ثم الرباط، والتي دعا خلالها إلى الالتزام بروح الواقعية والتسوية لإيجاد حل سياسي متوافق بشأنه لهذا النزاع الإقليمي. لا تنسوا الاشتراك والمتابعة إن أعجبكم هذا الفيديو.